وجهك وتشعر أن الحياة تضيق عليك، لا تيأس ولا تظن أن الطريق قد انتهى. تذكر دائما أن أبواب السماء مفتوحة أمامك لدعواتك، وأن الله سبحانه وتعالى لا يترك عبده في لحظات الضيق. إذا أغلق الناس الأبواب في وجهك، فإن الله يفتح لك أبوابا من حيث لا تحتسب، وييسر لك أمورا لم تكن تحلم بها. قد يكون الطريق مظلما في بعض الأحيان، لكن تذكر أن النور الذي يضيء لك في النهاية هو من عند الله. قل: اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارزقني من حيث لا أحتسب، وارزقني القوة على صبرك. وأنت يا الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اجعل لي من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فالله عز وجل هو الذي بيده مفاتيح السماوات والأرض، وهو القادر على تغيير حالك في لحظة. فلا تيأس، فبدعائك وتوكلك على الله تفتح أمامك أبواب الفرج.